الكابتن محمد يوسف المدير الفني للنادي الاهلي. كابتن محمد الف مليون مبروك الفوز الثاني على التوالي، ولكن في ظل ظروف صعبه. كلمنا عن هذا اللقاء. يعني الحمد لله طبعا انا الاول بنتهز الفرصه طبعا ببعت تحيه لكل يعني اخواتي الكبار اللي في الاستوديو. النهارده المباراه صعبه زي ما انت قلت، 3 نقاط مهمين جدا. تلعب قدام حرس الحدود، فريق قوي، فريق عنده من الخبرات الكثير، لكن الحمد لله النهارده اولادنا رجاله لعيبه ادت باعلى روح، دي حاجه مهمه جدا. الظروف الصعبه طبعا اللي احنا بنتكلم فيها الى حد ما هي غير مقبوله في النادي الاهلي، لما بتتكلم على غيابات، بتتكلم على اصابات، بتتكلم على الحاجات دي، لكن غير مقبوله لان النادي الاهلي متعود او عموما لازم ان انت تحط على طول البديل، لازم تتعامل مع اي مباراه بمفهوم واحد. اللي عايز اقوله النهارده انا بحيي اللعيبه، ادوا جيم كبير جدا، هي دي روح النادي الاهلي وهو ده فريق النادي الاهلي. بيخش جون فيك في الدقيقه 86 بتقدر ان انت على طول تستعيد روحك وتستعيد الثبات بتاعك وتقدر تسجل هدف. الحمد لله ده كرم من ربنا سبحانه وتعالى. اللي عايز اقوله كمان ان بشكر كل اللعيبه وبشكر بركات وسيد معوض. بركات جاله احتقان امبارح وحراره وزوره تعبان وما قدرش خالص، فبشكره، كان متواجد مع الفرقه. سيد معوض برضه حاول لاخر وقت لكن حصل ان ركبته فيها تورم يعني تورم وبالتالي ما قدرش يلعب. الحمد لله ان 12 يوم الجايين الحمد لله ان هنلتقط فيهم انفاسنا. كنا بنلعب الفتره اللي فاتت دي كثافه عاليه جدا، واضح علينا، واضح الشوط الثاني واضح ان احنا ما فيش الحيويه بتاعت الشوط الاول، ما فيش الضغط والبريسنج اللي ممكن نخش بيه في الثلث الدفاعي بتاع فريق الحرس، على اساس ان انت تقدر تشتغل وتعمل خطوره هجوميه على مرمى الحرس. فان شاء الله الراحه دي هنستعوضها دي 3 ايام، طبعا 3 ايام اللعيبه تبعد خالص، ثم بعد ذلك نستأنف ان شاء الله. عندنا مباراه مهمه بتاعت يمكن يبقى الشكل احسن ان شاء الله. كابتن محمد الهدف المبكر في لقاء اليوم ركله جزاء ريح النادي الاهلي شويه وريح كابتن محمد يوسف شويه؟ لا هو مش ريحنا ولا حاجه، انت بتلعب على مدار 90 دقيقه، المباراه 90 دقيقه، وارد ان انت تجيب جون في اي وقت في ال 90 دقيقه وممكن يخش فيك جون في اي وقت في ال 90 دقيقه، وبالتالي هو بيدي ثقه عموما. لما انت فرقه بتنزل بتجيب جون في اول 5 دقائق ولا 10 دقائق دي بتديها ثقه شويه، بتبدا المعنويات ترتفع. لكن احنا كنادي اهلي بتتعامل مع المباراه ب 90 دقيقه، يعني زي ما انا قلت لك قبل كده ان دخل فينا جون قدرنا نعوض الحمد لله، ده توفيق من ربنا. ثم روح اللعيبه مش عايزه تطلع الا وهي ان شاء الله يعني الحمد لله موفقه وكسبانه، ده كانوا هم جواهم رغبه وفعلا اكدوها. يعني دومينيك نزل والنتيجه 1-0، يعني كنت شايف يعني حضرتك كنا قاعدين ورا حضرتك ان تقول مثلا ايه معتمد على هجمه مرتده ولا سرعات ولا نستغل السرعات ولا ايه بالظبط؟ لا انا طبعا دومينيك مميز بالسرعات، وبعدين انا حسيت ان ممكن ان احنا مع اندفاع فريق الحرس الحدود للتعادل ممكن ناخدهم في الهجمات المرتده عن طريق دومينيك، عن طريق سيد حمدي مع وجود عبد الظاهر، وبالتالي طبعا كان ده المفهوم. لكن دي عشان تتعمل برضه لازم هرجع للحته الثانيه اللي لازم يكون نص الملعب بتاعنا طالع كمان ويبقى فيه يعني شراسه هجوميه زي ما بنقول، وبالتالي ما حصلتش قوي في بعض الاوقات كانت ممكن تتعمل، لكن ما يعني عايز اقول ايه ان مش بالشكل اللي انا كنت اتمناه. يعني كابتن محمد يوسف كان باك ليفت ومساك قوي، ولكن بنتابع مباراه الفريق بني سويف واليوم الهدفين من ضربات ثابته، مفيش تمركز دفاعي صحيح. تعليقك ايه؟ لا انت الضربات الثابته بتتحسب من الجيم، وما انت طبعا من الجيم. انا بتكلم الخطأين، يعني مباراه تليفونات بني سويف والنهارده بتتكلم عن الاهداف اللي فيه. لا انا ما بتوقفش عند الموضوع ده، ممكن يكون مفيش رقابه. لا انا عايز اقول لك على حاجه. اولا احنا الفرق طبعا ما لحقناش، ما فيش تمرين شويه، لان انت عايز انت بتلعب ماتش وبعدين بتريح يومين بالظبط، فرق يومين بين المباراه والاخرى، ثم بتلعب مباراه ثانيه. الشغل ده عايز تدريب وعايز ان انا اشتغل عليه في التدريبات، فطبعا ما فيش وقت. انا يا دوبك بعمل ريكفري، استشفاء، اطالات، اللعيبه بتخش يا دوبك جيم خفيف، حاجات كلها استشفائيه فمش تلحق. لكن مش معنى ان دخل فيا جونين في ماتشين كره ثابته معناه ان في ضعف، لا عندي ناس بتمسك كويس، جمعه، سعد سمير، عبد الظاهر، لكن في نقص، خلي بالك في نقص في الاطوال، ودي لابد ان نعترف بيها. يعني لما يكون عندك رامي ربيعه موجود، عندك اوقات بيبقى شريف عبد الفضيل، يعني الحاجات كل ما بيبقى عندك اطوال بيبقى احسن ليك في الكره العاليه، لكن مش ده عذر ولا حاجه، لكن اكيد هنشتغل عليها طبعا الفتره الجايه ان شاء الله. محمد بنشكرك